نقطة من أهم النقط اللي احنا محتاجينها عشان نبدأ بعد كده نسوق. يعني أنا محتاج أحقق شوية شروط في البيزنس بتاعي، حاجات أعملها، ثم بعد كده أبدأ أقول أنا هبدأ ماركتنج أو هبدأ أعمل إعلانات ممولة أو هبدأ أعمل أي حاجة. إيه هي الشروط دي؟ رقم واحد هو استهداف منطقة كبيرة لتقديم الخدمة أو المنتج بتاعي. يعني هنقولها بشكل مش فورمال قوي. ما ينفعش اقف في مكان صغير جدا كل اللي بيعدي منه 10 اشخاص ومنتظر ان احقق 100 اوردر. ما هو كل شخص منهم لو اشترى، يعني انا في النهايه بعت 10 اوردرات بس. طيب يعني انت محتاج ان انا اعمل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده، فكره استهداف شركات الشحن. اتعاقد مع شركه شحن تقدر توصل المنتج بتاعي لاي حد في مصر على مستوى كل المحافظات. فلما انا هاجي اعمل اعلانات مموله او اعمل ماركتنج على السوشيال ميديا واقول للعميل بتاعي انا بستهدف كل المحافظات، هيبدا العميل يطلب من اي مكان، فهيبقى عدد الاوردرات اللي انا ببيعه اكبر، فبالتالي مردود المبيعات عندي هيزيد وهيكون احسن. رقم اتنين، فكره التسعير الصح للمنتجات. من ضمن الحاجات الكتير اللي بيقع فيها اصحاب بيزنس هي فكره انه بيسعر المنتج حسب السعر اللي هو شايفه مناسب، ولكن دي بتبقى مشكله خطر جدا انه ما يحققش اي مبيعات. ازاي؟ النهارده انا ببيع وليكن عطور، انا ببيع منتج زي دقيق، انا ببيع اي منتج عندي، محتاج ان انا قبل ما اعمل اي حاجه او ماركتنج لاي حاجه ان انا اعمل الاول دراسه للمنافسين بتوعي، اشوف في كام حد تاني غيري بيقدم نفس المنتج ده، بيقدمه بسعر شكله عامل ازاي، ايه الميزه التنافسيه اللي موجوده عنده، وايه اللي هيميزني انا هقدر اقول له ان ده بيميزني عشان اقدر ابيع له المنتج بتاعي. هل ده معناه ان انا لو المنتج بتاعي اغلى من الناس ما اقدرش ابيعه؟ لا، اقدر ابيعه واتميز وهعمل شغل احسن من اللي بيبيعه ارخص مني كمان، ولكن بوجود ميزه تنافسيه. ما ينفعش تقول لي والله هو ده زي اللي انت ممكن تشتريه من اي مكان تاني، في اي مكان هو سعره 2 دولار 3 دولار 100 جنيه، وانا عندي سعره 200 جنيه و300 جنيه. طب انا ايه اللي هيخليني ادفع مبلغ اكبر الا لو كان في ميزه تنافسيه تسمح لي ان انا ادفع المبلغ ده؟